حاسس ان المنهج بدأ يهرب منك؟ الشتا جت والخمول زاد، القديم بدأ يتنسي. طيب لو انت في ثانوية عامة وحاسس انك تايه في الفترة دي فالفيديو ده ليك. خليني اقولك الحقيقة، دي اصعب فترة نفسيا خلال السنة. انت لا لسه في بداية السنة عندك طاقة وعندك شغف وعندك حماس للسنة، ولا انت قربت على الامتحانات فخايف. انت في عنق الزجاجة يا صديقي. بس الخبر الحلو هو ان اللي بيدوس على نفسه دلوقتي والفترة دي وبيجتهد هو ده اللي بيفرح في نهاية السنة. خليني أقول لك النصائح العملية اللي هتفيدك حرفيا خلال الفترة دي. أنا كاتباهم هنا أهو، هقولهم من هنا. أول قاعدة، قاعدة 30-70. إيه قاعدة 30-70 دي؟ إن أنت تخلي 70% من مذاكرتك للجديد. الحاجات أنت بتاخدها تذاكرها 70% من وقتك إن أنت تخليه للجديد، وإن أنت تذاكر الجديد علشان ما تراكمش تاني. طيب إيه كمان؟ 30% دي للقديم، أو مثلا مراجعة سريعة على القديم، أو إن أنت تلم المتراكم. يعني أنت لو خصصت ساعتين يوميا بس من مذاكرتك للقديم أو للم المتراكم، أنت تلاقي نفسك داخل على نص سنة أنت تمام 100. تمام؟ أوكي. تاني نصيحة هي إن أنت تقتل خمول الشتاء. خمول، أنا عارفة. طيب نتغلب عليه ازاي؟ اول حاجه ان انت ما تذاكرش على السرير. ممنوع 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 المذاكره على السرير. السرير يعني نوم، السرير يعني نوم. لازم تقعد على مكتبك، خليك على مكتبك، ده مكان مهيأ للمذاكره. هيمنع عقلك ان هو يشتتك. انت طول ما انت قاعد على السرير بتذاكر عقلك هيقولك نام 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 نام. فانت علشان تمنع ده خليك على مكتبك، مكتب يعني مذاكره. تمام؟ اوكي. طيب تالت نصيحة ايه هي؟ سد الفجوات. ايه سد الفجوات؟ يعني لو انت عندك درس او عندك باب او عندك محاضرة ما ذاكرتهاش من شهر 8، انت قدامك وقت ان انت تذاكرها. اعمل ايه؟ هجيب ورقة زي كده واكتب فيها الحاجة اللي انا ما ذاكرتهاش. الباب مثلا التاني كيمياء، او مثلا الفصل التاني فيزياء ما ذاكرتهوش، هكتبه في ورقة وهستغل اجازة نص السنة اللي جاية دي في ان انا افنش الورقة دي واخلصها. تمام علشان تدخل على الترم التاني وانت كده ايه نضيف ومعلكش اي حاجه من الترم الاول. تمام. اخر حاجه عايزه اقولها لكم هي ان الثانويه عامه مش سباق سرعه. الثانويه عامه ماراثون طويل، هو متعب شاق شويه، لكن انت قدها. كمان عايزه اقول لكم ان مش مهم انت بدأت ازاي، مش مهم بدأت امتى، المهم بس انك هتنهي السنة ازاي، هتنهي السنة وانت عامل اللي عليك ولا لا. وعايزة اطمنكم كمان ان لسه في وقت ان انت تجتهد، وقت كبير جدا وكافي جدا انك تحقق حلمك وتفرح اهلك. ما تنسونيش من صالح دعاكم، وان شاء الله خير، وانا هدعي لكم ان شاء الله باذن الله، وباذن الله خير، وكلنا ان شاء الله نحقق احلامنا وننهي السنه دي بفرحه كبيره ان شاء الله.